السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، أنا متجوزة ليا 23 سنة وماله؟ ومعايا 3 ولاد. طيب. من كتر الخنقة اللي احنا كنا فيها، وهو الزوج كان بخيل جدا وكان معاملته لينا سيئة قوي، وكان ضرب وإهانة وشتيمة، والضرب كان بكسر يعني، مش كان أي حاجة. وكان معتمد على أهلي في إن هم يصرفوا على البيت، وبابا الله يرحمه ما كانش عاوز خراب للبيت وبتاع، كان بيديني وبيصرف ف جيت جم اتوفوا والدتي ووالدي، فالدنيا خربت اكتر. لما البنت كانت في المدرسه طلعت، لما جالها عريس طلعتها وعايزاها تتجوز علشان تخلص من العيشه اللي احنا فيها، لان كتر ما فيش. لو اقول لك ما كانش في بيتنا باكو شاي ولا كيس ملح، ولقيت مبالغ ضخمه كانت موجوده عندنا صدفه. المهم لما جه عريس للبت خليتها تتجوز يعني في سن 17 سنة. مش هو اللي جهزها برضو بالبكاوي دي؟ لا حضرتك، هو جهزها، بس ضغط من العيلة كلها عليه. وانت اول ما شفت الفلوس كده رزم وحاجات، ما شدتيش في شعرك وعملتي قردة قدامه؟ ايه ده، هو معدنا الشاي ودي ياي ومعلش تاني؟ ما عملتيش ثورة يعني؟ ما عملتيش ثورة؟ كانت لسه، كنت لسه مكسورة بموت والدتي، وكنت خايفة منه. ما فتحتهوش يعني؟ لا، الواد الصغير قال له انا قلت لهم ما حدش يقول اللي احنا شفنا حاجه عشان ما يحصلش مشاكل. راح الواد الصغير جاء قدامه قال ما حدش يقول لبابا اللي احنا شفنا حاجه. زي الابره اتكسرت. ايوه. غيانيها، مش امكم عينكم ما تكلموش الثلاثه الخنف. جاء قال دي مش فلوسي وبتاع. المهم مش فلوس وبتاعت ناس يعني. قال كده. المهم الموضوع عدى وبتاع، فجوزت بنتي يعني من ضغط من العيله كلها. تتصوري، سيبك من العيله والنيله، تتصوري خد الفلوس دي وداها فين؟ دي الله اعلم. بس يعني ملوش حساب في البنك؟ ما اشتراش شقه عشان الواد الصغير العفريت اللي كشف السر ده؟ لا مفيش. صرفها على النسوان؟ بتعتقدي صرفها على النسوان اللي مش حلوين؟ لا ملهوش. بيشرب بانجو وحاجات؟ لا ملهوش في الموضوع. امال الواد ده بيودي الفلوس فين وما يجيبش شاي وسكر وكوك وسمك؟ الله يخرب بيته. بضحك معاه طبعا، مش بقول يخرب بيته يعني بدعي عليه، لا انا بتكلم بطبيعتي كده مع الناس كأني في بيوتها. عادي يعني حضرتك. اتفضلي. المهم فبالعافيه عقبال ما جهزت البيت في اضيق الحدود، ويقول لي انت في ما بتشاورش بنتها. طب انا قاعده في البيت، انا هشاورها منين؟ هو انت من وهي عندها 9 سنين، هو ده قصده؟ يعني من زمان كنت تجيبي كل يوم فطين حلتين بتاع. طب منين؟ ما انت ما بتدينيش مصروف. طب ما قلتلوش ليه كده بالراحه يا حلو؟ قلت. ما انا انت عارفه انا اللي يهمني ايه؟ بس هديكي فكره، انا اللي يهمني قلت ازاي. اصل في قواله تطلع حبه العين، وفي قواله تخلي الواحد يبقى عنيف وممكن يسيب البيت لو كله. انا عنيفه ولو عايزه لا قلت له ازاي؟ طيب اديني كده انا لو عنيفه طب اديني تمثيليه كده، قولي لي انت قلت له ازاي، وانا هقول لك المفروض كنت قلت له ازاي، وهو كان قام قلع هدومه وفرفر لك الفلوس قدامك كده. طب هكمل لحضرتك الموضوع. حاضر. فالمهم يعني، فراح جاي بعد كده العيشه بقت مستحيله، ضرب. لا مش هقول لها، قول السؤال براحتها، وناخد كمان ساعه بعد الهوا. قول يا حبيبي. الله يخليك ويكرمك يا رب. عشان في موضوع مهم متعلق بالشريعه يعني. المهم فبعد العيشه ما استحالت، وكنت مستحمله عشان خاطر الولدين اللي بقوا معايا. جاء الواد لسه ما كملش 14 سنه وقال له انت تشيل نفسك. طب ده بالتعليم هيشيل نفسه ازاي؟ يشتغل ويتعلم ازاي يعني؟ ويصرف على نفسه كسوه وبتاع. عايز يشيل ايده منه خالص. وده حصل. رحت انا واخده ولادي، واخده عفشي، واخده حالي، ورحت رايحه واخده حاضر. رحت رايحه واخده شقه ايجار حديث، وما نجحتش فيها. لفوا ورانا ورجعنا تاني وكده. فدلوقتي حصل برضو عركه بيني وبين اخوه وعياله واهله، اتلموا علينا ضربونا وحرقوا لي الشقه. هو استخبى وقال انا ما اجيش اقف قدام اخويا، وقفل التليفون وقعد يلعب دومينو على القهوه. وساب اخوه يضربكم؟ ايوه. المهم وهو بيعمل كده اهو. ده احنا بنجوز عيانين. لا اله الا الله يا رب. انا كانوا اهلي طيبين جدا. لا احوش اخوك عنه، امنعه عن الظلم في ذلك نصر الله. ايه المساله بقى الخاصه بالشريعه يا حلوه؟ ان انا دلوقتي تعبت وزهقت من كل حاجه، ففصلت عنه. انا دلوقتي قاعده في اوضه لوحدي، وهو في اوضه لوحده. ما بيصرفش علينا، ما بينفقش حاجه ابدا عليا خالص.
ايوه. ده طول عمره، فزاد بقى لو كان بيجيب حاجه فاتمنعت خالص، فرحت قلت له لا انت في حالك وانا في حالي. وهتصرفي انت منين طيب؟ ما هو ابني بيشتغل، فانا عايشه في دنيتي دي على قد الفلوس. فاضل دقيقة. حاضر، أنا في الدقيقة دي هقول لها أنت قصدي أنت مش حلوة وهو مش حلو. أنت مش حلوة لأنك أنت بتهربي بجلدك وابنك بيشتغل فبيغطيكي وغطيه، فأنت مستغنية عن أبوه. ومش حلوة عشان الراجل مش قايم بدوره ولا بينفق على بيته وعياله وبيسيء العشرة، وكل دي قلة أدب. فأنتوا الاتنين تعبانين، وأنتوا الاتنين متخلفين، وأنتوا الاتنين ما تعرفوش ربنا.